انا هدخل القبر واولد ابني جوه القبر عشان ابني لما يكبر يحصل المراد اللي انا عايزاه. زوجته ولدت ابنهم، مش هتتخيلوا فين؟ داخل القبر. ايوه زي ما سمعتوا كده، ما تستغربوش، هتعرفوا ليه دلوقتي. ولما ابنهم ده كبر حصلت ليه حاجه محدش يستوعبها، مش تتخيلوا ايه اللي حصل له. ودي قصتنا النهارده، يلا بينا نعرف ايه اللي حصل وليه ولدت ابنهم داخل القبر، ولما ابنهم كبر يا ترى حصل له ايه. كل ده نعرفه في حلقتنا النهارده، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات تحت. ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهات. قصتنا النهارده لزوج وزوجه كانوا واخدين بعض عن حب، كانوا بيحبوا بعض جدا وكان نفسهم سعادتهم دي تكمل بطفل صغير. لكن للاسف الزوجه كان عندها مشاكل، كل ما تحمل في طفل كان الجنين ينزل. طبعا فضلت ان هي تتعالج لحد ما عدى على جوازهم 6 سنين، لحد ما ربنا كرمها وحملت. كانوا بيدعوا ربنا طول الوقت ان الحمل يثبت، خصوصا لما عرفوا انها حامل في ولد. لحد ما جه الشهر الثامن طبعا صحت من النوم، فضلت تصرخ وتتألم ومش قادره تاخد نفسها. زوجها قال لها ازاي انتي لسه في الثامن؟ هي ممكن تكوني حاسبه غلط. قالت له مش عارفه، وديني المستشفى بسرعه. طبعا جري بيها على المستشفى. اول ما وصل للمستشفى كان امر الله نفذ، هي والجنين اللي في بطنها ماتوا. طبعا الخبر كان نازل عن الزوج زي الصعقة، زوجتي وابني في يوم واحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طبعا ساعتها راح ودفن زوجته الصبح. والتربي لما عرف قصته كان زعلان جدا عشانه، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بعد 6 سنين كان نفسه في طفل يقوم زوجته وابنه يموتوا؟ لا إله إلا الله. طبعا كان زعلان جدا عشانه. المهم روح البيت وعمل العزا، وجاي يطلع شقته بالليل ندوه قالوا له انزل بسرعة، التربي اللي دفن زوجتك وابنك تحت عايزك. طبعا نزل جري، لقى التربي واقف وشايل طفل في ايده. قال له خير، في حاجة ولا ايه؟ قال له سبحان الله، انا لما عرفت قصتك انا زعلت قوي عشانك، لكن ربنا حب يكرمك ويعوضك خير. قال له يعني ايه؟ انا مش فاهم منك حاجة. قال له انا بمر بالليل دايما على المقابر، عشان يعني لو حد بيسرق حاجه ولا حد بيعمل حاجه دايما بمر قبل ما امشي. المهم وانا بمر سمعت صوت طفل صغير بيعيط داخل قبر زوجتك. فتحت القبر لقيت طفل لسه مولود والحبل السري مقطوع. سبحان الله، ولكن الملائكه هي اللي عملت كده. قال له يعني ايه؟ انت تقصد ايه؟ قال له يعني الطفل ده ابنك وزوجتك وولدته داخل القبر، ما كانش لسه مات. قال له اللي انت بتقوله ده انا مش مستوعب اللي انت بتقوله. لا لا لا، اكيد مش ابني، اكيد عفريت ولا جن ولا حاجه. طبعا اخته لما سمعت كلام التربي خدت الطفل منه وقالت له اكيد ربنا حب يعوضك، اكيد ده ابنك. ساعتها قالت له ما تخافش، انا اللي هربيه. وخدت الطفل من التربي وجابت له لبن صناعي، وهي فضلت تربيه لحد ما تم 2 سنين. اتعلقت بيه جدا وهو كمان اتعلق بابنه جدا. وبعد ما كان خايف وبيتاخد منه طبعا نسي الحوار ده خالص، ونسي ان زوجته وولدته جوه القبر وبقى يتعامل عادي. لكن اللي مش عادي والغريب اللي في الطفل انه بدأوا يلاحظوا عليه ان بيقعد يبص للسقف ويضحك، يبص لحد اكن حد قدامه ويضحك ولا اكن حد بيلعبه. طبعا ما حطوش في دماغه. لما تم 2 سنين قال لاخته كتر الف خيرك، حلوه عليكي قوي كده، انا هاخده بقى معايا الشقه وظبطت له اوضته عشان هيعيش معايا. قالت له يعني ايه؟ انا اتعودت عليه، يعني ينفع كده تحرمني منه؟ قال لها ازاي بس يا حبيبتي، انت يعتبر امه وبتعالي شوفيه من وقت للتاني، بس لازم يعيش معايا بقى. قالت له ماشي يا حبيبي اللي انت شايفه. المهم خد الطفل معاه وقعدوا في الأوضة اللي هو كان عاملها له. لما تم 4 سنين ابتدى يلاحظ عليه حاجات أغرب. الولد طول الوقت بيكلم نفسه، طول الوقت بيجري بيلعب بيضحك ولكن حد بيلعب معاه. كان مستغرب جدا، ايه ده في ايه؟ انا مستغرب حكاية الولد ده. المهم في مرة الولد طبعا متعود ينام في اوضته وباباه بينام في الأوضة بتاعته التانية. كان باباه داخل الحمام بالليل حس ان في حد بيلعب مع ابنه جوه، ابنه عمال يلعب مع حد وبيتكلم مع حد. بيفتح الباب كانت الصدمة، لقى بنت صغيرة
في سن ابنه بتلعب معاه. المهم ساعتها مسك العصاية وقال له ايه اللي جاب البنت دي هنا، ايه اللي جابها عندنا هنا. قعد يجري ورا البنت طبعا لما شافت العصاية خافت منه وفضلت تجري لحد ما دخلت جوه الحيطة واختفت. طبعا الأب كان واقف مصدوم، هو ايه اللي بيحصل ده؟ خد ابنه في حضنه وكان خايف عليه جدا. قال له لا لا، انت مش هتنفع تنام لوحدك تاني، انت بعد كده هتنام معايا في الأوضة. طبعا الولد فضل يعيط وقعد يقول له لا بابا لا بابا، كان زعلان على البنت الصغيرة عشان دخلت جوه الحيطة واختفت. المهم جاي يدخل ينام جوه الأوضة، نور الشقة كله اتقطع. بيفتح الباب وبإيد الكشاف لقى جوه أوضته واحدة واقفة وعينيها حمرة وماسكة نفس العصاية اللي كان ماسكها للبنت الصغيرة وبتهجم عليه، بتحاول ان هي تضربه. طبعا الطفل الصغير قاعد يقول لها لا ماما لا ماما، وكان خايف على باباه جدا لحد ما الست دي اختفت تماما. الاب كان واقف ومش عارف ايه اللي بيحصل، هو ايه اللي بيحصل لابني؟ طبعا فضل واخده في حضنه وخايف عليه طول الوقت، وافتكر موضوع زوجته لما ولدت الولد في القبر. قال ممكن يكون حصل له حاجة، انا خايف لا يكون الولد ده مش بني ادم في الاخر، انا بحبه قوي اتعلقت بيه، انا ما صدقت ان هو بقى العوض ليا. طبعا ما حطش في دماغه. الولد ابتدى ان هو يروح المدرسة وابتدى ان هو يكبر، وطبعا بقى بيعمل تصرفات غريبة والكل بقى بيلاحظ عليه لدرجة ان زمايله في المدرسة بقوا يتنمروا عليه. وبعد كده ابتدوا ان هم يتجنبوه ويخافوا منه، والموضوع انتشر في البلد كلها ان الولد ده غريب جدا. طبعا ابوه كان خايف عليه، وطبعا الولد تعرض لتنمر شديد جدا وبقى متضايق ان مفيش حد بيرضى يلعب معاه والكل بيبعد عنه. قال لا انا ماليش عيش في البلد دي، انا اخد ابني ونروح بلد تانية ومحافظة تانية خالص. وبالفعل خد ابنه وراح بلد ومحافظة تانية خالص. وفجأة لقى اخوه بيتصل وبيقول له تعالى بسرعة البلد، التراب اللي دفن زوجتك عايزك ضروري وطالبك بالاسم. قلت له عايزني انا وطالبني ليه؟ قال له مش عارف، يلا بس بسرعة عشان انت تعبان جدا. طبعا ساعتها خد ابنه ورجع تاني البلد وراح زار التربي وكان على فراش الموت. طبعا كان مستوعب ان التربي هيقول له ان الولد ده مش طفل او عفريت او جن او ايا كان، لان طبعا بيحصل لابنه حاجات غريبة جدا. طبعا قال له انا عارف انت هتقول لي ايه، اكيد الولد ده مش بني ادم صح، الولد ده بيعمل تصرفات غريبة جدا. قال له انا مش فاهم اي حاجة، انا جبتك النهاردة عشان اريح ضميري واقول لك على الحقيقة. فاكر لما جيت لك وقلت لك زوجتك ولدت ابنك ده جوه القبر؟ قال له ايوه فاكر. قال له الكلام ده مش صحيح، انا الصراحة انت صعبت عليا يومها جدا. المهم اليوم ده لقيت واحدة جت بالليل ورمى الطفل قدام قبر زوجتك وطلعت جت تجري، انا ساعتها ملحقتهاش والطفل فضل يعيط. انا قلت ماليش دعوة، اي حد يشوفه يبقى يشيله، انا عندي كوم لحم هوديه فين ده ان شاء الله. وساعتها سبته كام ساعة، ولما رجعت لقيته لسه برضه في نفس المكان وعمال يعيط. الصراحة صعب عليا جدا، وساعتها افتكرت موضوعك، قلت اجي اعمل عليك اللعبة دي، وكنت متوقع ان انت مش هتصدق، لكن الحمد لله انت صدقتني. لكن حبيت اريح ضميري قبل ما اموت، الحقيقة ان الولد ده مش ابنك. طبعا كان رد فعل الزوج غريب جدا، مفروض واحد غيره يتعصب وازاي وده مش ابني ازاي وانت ضحكت عليا وحسبي الله ونعم الوكيل ويتعصب، لكن كان رد فعله غريب جدا، كان بارد جدا وقال له خلصت كلامك؟ على العموم خلاص، عارف لو عندي ابن مش هحبه الحب اللي بحبه للولد ده، الولد ده فيه حاجة غريبة جدا، حنين جدا عليا وانا بحبه جدا وانا بحمد ربنا عليه، وده بحسه انه عوض من ربنا ليه. وساعتها مشي وخد ابنه وما قالوش على اي حاجة ولا قال له انت مش ابني ولا الكلام ده خالص، تعامل معاه عادي وان ده ابنه. ورجعوا البلد اللي هم فيها، وساعتها ابتدى يسأل على شيخ عشان الحاجات الغريبة اللي بتحصل مع ابنه. ولما حكى للشيخ على كل حاجة قالوا الولد ده لما اترمى في المقابر وفضل يعيط فترة طويلة لبسه جن، وطول الفترة دي مصاحبه جن، عشان كده أنا هعالجه بالقرآن وإن شاء الله ربنا يشفيه
وإن شاء الله مش هيشوف أي حاجة تاني. وفعلا ابتدى معاه جلسات والعلاج بالقرآن لحد ما الولد اتشافى تماما ومبقاش يشوف أي حاجة وبقى طبيعي جدا والناس بتتعامل معاه عادي. ودي كانت قصتنا النهاردة، قصة غريبة جدا من نوعها لكن فيها درس كبير قوي. اولا التربي لما قال له ان ده مش ابنك واحد غيره كان هيتعصب ويقول ازاي، ويبتدي يخاف منه لانه كانت تصرفاته غريبة والكل كان بيبعد عنه وينفر منه. كان ممكن يرميه في الشارع ويقولك هو نصيب، ما هو كده كده مش ابني مش من صلبي. لكن هو اتعامل بالعكس. طبعا ما قالش للولد ان هو مش ابنه، وفضل معتبره ابنه وكمان ساعده ووداه الشيخ ورجعه بني ادم طبيعي، لان كل اللي كان بيعمله كان خارج عن ارادته، لانه فضل فترة كبيرة جدا بيعيط في القبر لحد ما لبسه جن. فالفترة اللي فاتت دي كلها كان مصاحبه جن، فطبيعي كان بيعمل تصرفات خارج ارادته، لحد ما والده وقف جنبه وساعده طلعه من الازمة اللي هو فيها. والولد كان حنين جدا على باباه. زي ما هتعمل خير هتلاقي خير، وإن شاء الله الأب ده هيلاقي الخير اللي هو طرحه لما يكبر ويبقى كبير في السن وعجوز، هيلاقي ابنه ده هو سنده، هو عكازه في الدنيا. زي ما بنعمل خير إن شاء الله ربنا هيردهولنا الخير، وأكيد ربنا حب يعوضه ما يكسرش بخاطره أبدا، وعوضه بالولد ده. ودي كانت قصتنا النهاردة، يا رب تنال إعجابكم، مستنية رأيكم في الكومنتات.